السلام عليكم ورحمة الله. سأكشف لكم اليوم حقيقة الكثيرون لن يفهموها. لن أتعمق في التفاصيل المملة، بل سأعطيكم الخلاصة في نقاط محدودة. استمعوا جيدا لما سأقوله، لأنه يمس حاضرنا ومستقبلنا جميعا. حقيقة اللعبة: عندما نقرأ التاريخ بوعي ندرك أن العلاقات بين الدول لا تبنى على الإنسانية ولا على الشفقة، بل تدار بمصالح قاصية. واليوم نعيش صراعا من نوع آخر، صراع استنزاف الطاقات والعقول. والقول بأن الغرب يسعى لإنقاذ الشباب هو مجرد نفاق إعلامي. الحقيقة أن دولا مثل إسبانيا وغيرها تعاني من أزمة شيخوخة قاتلة وعقم ديمغرافي وعجز كبير في اليد العاملة. من هنا جاءت سياسة من أتى عبر البحر لا تحبسوه. هم يعلمون جيدا أن الشاب الذي يملك الشجاعة لقطع الأمواج ليس شخصا عاديا، إنه يملك من القوة البدنية والذكاء ما يجعله وقودا جاهزا لتحريك عجلة اقتصادهم الهرم. ومن الجهل أن يقال إن دولنا لم تقدم شيئا لشبابها. هذا الشاب المتعلم أو القوي كبر وترعرع على خيرات أرضه. الغرب اليوم يلقي بعبء الرعاية والتعليم على الدول النامية، ليأتي في النهاية ويأخذ هذا الشاب على الجاهز دون أن يخسر عليه سنتيما واحدا. يريدون قطف ثمار لم يزرعوها لحل أزماتهم على حساب مستقبلنا. ثم إن الواقع الميداني يؤكد أن من يعبرون البحر ليسوا مغاربة فقط، بل هم خليط من جنسيات متعددة. لكن الإعلام الغربي يصر على تركيز الضوء على اسم المغرب فقط لإلصاق التهمة وإخفاء الهويات الحقيقية للتشويه. تزامنا مع ذلك انتقلت اللعبة إلى العالم الرقمي عبر الحسابات الوهمية التي يسيرها النظام في الجزائر. هدفهم بث اليأس في نفوس الشباب لتفريغ الوطن من قوته ومحاولة إعاقة التقدم الذي يعيشه المغرب قبل أن يكتمل. ونحن هنا نشير أيضا من بعيد وبذكاء إلى ما يطبخ في الكواليس بينما تتبادل بعض الأطراف الابتسامات وتتشارك قرع الكؤوس والحلوى. لا نريد الخوض في تفاصيل لها من يفهمها ويديرها بحصانة وثبات. نحن مرتاحون لسياسة بلدنا، ولا نريد أن نقول كلمة زائدة يبني عليها الأعداء أو يستغلونها. فالمغرب معروف عنه منذ القدم الصمت والحكمة والعمل في الصمت. أما عن بعض المأجورين في الخارج الذين يدعون الخير للوطن فالواقع يفضحهم. لو كنتم تحبون وطنكم حقا وتريدون له الخير لما جعلتم صفحاتكم وأبواقكم منبعا للسلبية والتشويه فقط. الذي يحب وطنه يبني ويصلح، أما الذي يبيع أرضه لخدمة أجندات خارجية فهو خائن، والخائن يبقى دائما خائنا لوطنه. لكن النقطة التي يتجاهلونها هي طبيعة المغربي الحر. قد يهاجر المغربي الشريف ويكدح في الغربة، لكن قلبه ووفاءه يبقيان دائما مع وطنه. المغاربة الأحرار في الخارج ليسوا مجرد أرقام، بل هم سفراء يعودون بخبراتهم ليساهموا في بناء بلدهم. المغربي الحر يدرك تماما أن الغربة مرحلة والوطن هو الأصل. وفي الختام أقول: قد نختلف وقد ننقد الواقع لكي يصلح، لكن خيانة الوطن خط أحمر. كل من يبيع وطنه أو ينساق وراء أوهام أعدائه يفقد حريته ورجولته.
يبقى المغرب شامخا بأبنائه الأوفياء. الكل يعلم من أين تأتي المشاكل. نوجه واحد النداء للمغاربة: خصكم تكونوا تحبوا بلادكم وتبغيوا بلادكم الخير، تكون كيف ما بغات تكون. كل من كينشر في المواقع الأشياء السلبية على بلادو راه ماشي راجل. لأنه كنشوف شحال من واحد كيشد شي بنت بلادو، يعني مغربي يشد مغربية كيتكلم فيها في الفيسبوك مثلا: شوفوا معنا هذه اش دارت وداك الشيء، ولكن ياخذوه الأعداء. حاولوا أنكم تفادوا هذا الشيء.